انتوا فاكرين انه بالسهل تبقى اقوى راديو انترنت؟ لا، القوة ما بتجيش بالسهل. انت لازم تمرن صوتك على الايروبكس بالشكل ده. 1 2 1 2. بص صوتك اقوى راديو انترنت. يا مساء الانوار على كل اللي بيسمعونا على راديو بص وطل، اقوى راديو انترنت. يوم جديد وصوتك حريه. معاكم عمر عبد المقصود ومحمد اسماعيل. مساء الخير عليك يا محمد. مساء النور يا عمر، منور الاستوديو، منورين بيكم كده دايما في صوتك حريه كل يوم 3 من الساعه 6 للساعه 7 على اقوى راديو انترنت. النهارده معانا موضوع جميل جدا وموضوع حيوي، وهو موضوع البحث العلمي. البحث العلمي يا ترى هو طرف متوفر للمجتمعات المتقدمه ولا حاجه اساسيه لبناء اي دوله؟ النهارده في صوتك حريه هيكون معانا جائزه نوبل بس بالطعم المصري. رقم تليفوننا 26 90 66 81 على بص وطل اقوى راديو انترنت. طلع وجايبة يوم جديد، سمعين صوت الضحكة عالية وكل الكون سعيد. امشي طريقك ابتسم للكون هيضحك لك، خلي جمالك يترسم مهما يكون شكلك. نشوفها بعينينا، نحلم نشوف كل الحروف مكتوبة منها سمينا. اول ما كنا بنعد الحلقه النهارده عمر الخولي سالنا سؤال حلو قوي، هو ايه لا مؤاخذه علاقه البحث العلمي بالحريه؟ انتوا عارفين ان صوتك حريه المفروض ان هو برنامج متخصص في حقوق الانسان وفي المبادرات اللي بتنمي الموضوع ده، لكن يا ترى ايه علاقه البحث العلمي بصوتك حريه؟ وليه بنتكلم عن البحث العلمي النهارده؟ لان البحث العلمي رقم 1 حق لكل مواطن، حق لكل شخص عايز ينمي بلده، فهو بالتالي حق أصيل من حقوق الإنسان، وهنلاقيه مفروض يعني في الدساتير بتاعة الدول المتقدمة بيخصص ليه بنود وبنود وبنود في موضوع البحث العلمي. غير كده كمان يا عمر ان النهارده في وسط الاعداد اكتشفنا حاجه مهمه جدا، ان يعتبر ان عدم حصولك على عدم حصول الدوله على حقها في البحث العلمي يعتبر اهدار لجزء من حريتها. تمام. لان الهدف الاساسي من انشاء اي جامعه بتحصل في اي جامعه يعني في اي دوله هو انها تبقى تؤهل الطلبه اللي فيها انهم بعد ما يخلصوا الدراسه فيها تبقى كمان انهم يقوموا لمجال البحث العلمي مش لمجال التعليم بس. تمام. ضيفنا النهارده معتز حسام، هو في التنسيق والاستقبال. مساء الخير عليك يا حسام. اهلا بحضرتك يا فندم. اخبارك؟ الحمد لله تمام. انت منورنا النهارده. ربنا يخليك. معتز من الناس اللي الهيد يعتبروا في جائزه نوبل المصريه. هو هيكلمنا النهارده اكتر عن الموضوع ده. هو موضوع ملفت للنظر جدا، وموضوع انا الصراحه لما عرفناه في صوتك حريه ما عرفناش ان هو موجود في مصر، ما تخيلناش ان هو يكون موجود في مصر، ان تبقى موجود في مصر محاكاه لجائزه نوبل. فعايزينك تكلمنا بقى باستفاضه عن المحاكاه، بدات الفكره ازاي وبداتوا انتوا بيها ازاي، يعني كلمنا عن التاريخ كده. تمام. نموذج محاكاة جائزة نوبل دي عبارة عن مبادرة شبابية ابتدت في 2007 في هندسة حلوان، ودلوقتي شغالين على مستوى جامعات مصر كلها. من اسمنا بنعمل ايه؟ بنحاكي جائزة نوبل العالمية. يعني الفكرة بتاعتنا ان احنا عايزين نساعد اي حد عنده فكرة بحث او اختراع
انه يعمل البحث بتاعه من خلال انه بيمر بمراحل تأهيلية بتستمر على مدار سيزون كامل لحد ما يتحول في النهاية البروفيشنال يقدر يسجل البحث بتاعه كبراءة اختراع. تمام. ده كستودنت اكتيفيتي او كنشاط طلابي بدأ في 2007 من جامعة حلوان. تمام. وبعد كده الموضوع تطور معاكم، يعني انتوا دلوقتي انتقلنا سيزون بعد كده جامعة القاهرة جامعة عين شمس، دلوقتي شغالين على مستوى جامعات مصر كلها. تمام. ده سيزون تقريبا السادس بتاعكم. طب يعني انا دلوقتي طالب في الجامعة. تمام. وعرفت حاجة معلومة عنكم فحبيت اشارك معاكم 1 2 3 ايه الستبس اللي بتتاخد؟ هو الفكرة ان احنا بنبتدي الموسم بتاعنا ابتدى السنة دي والناس فعلا اوريدي بدأوا في المحاضرات. الموسم بتاعنا بيبتدي قبل كده بشوية ان احنا بيبقى في مراحل تأهيلية بننزل فيها الجامعات نتكلم الناس نقول لهم ان احنا هنبتدي الموسم الجديد. مش مطلوب من اي حد ان هو يبقى اينشتاين او عنده فكرة يعني محدش عملها قبل كده او اختراع، ده مجرد ان انت تعمل تطوير بسيط في حاجة موجودة او بامكانيات اقل، ده بحد ذاتها بحث علمي. هو دي الفكرة ان احنا بنشتغل عليها. مجرد ما الفكرة تيجي في دماغك بس مش بتبقى عارف تروح فين ولا تعمل ايه بالظبط، بيجي دورنا ان احنا بنأهلك ان انت تعمل البحث بتاعك ده. بتقدم معانا وبنبدأ نكلمك نحدد معاك انترفيو صغير عشان نتأكد بس ان البحث ده كويس وجديته انه مش معمول قبل كده. وبعد كده بتبدأ معانا المحاضرات عادي، كله ده فور فري من غير اي حاجة يعني. تمام. قبل ما ندخل معاك يا معتز في خطوات تأهيل هذا الطالب، فأنا كنت عايز برضو أسألك عن البداية. أنت بدأت في 2007 قبل ما كان برضو في دلوقتي فكر ثوري انتشر وإن إحنا لازم نتقدم بهذا البلد، ولكن في 2007 كانت يعني معظم الناس غرقانة في العسل. فأنت إيه الصعوبات اللي بدأت، يعني إيه الصعوبات اللي واجهت الفكرة في بدايتها وانتوا بتبداوا في الجامعه؟ بس عايزين نعرف بقى اجابه السؤال ده بعد الفاصل. تابعونا على رقم تليفون 26 90 66 81 والفان بيج بتاعتنا facebook.com/بصوطول. معانا معتز حسام ضيفنا من محاكاه جائزه نوبل في مصر. قال العالم في بلادنا قديم، لا ده احنا تمام والله العظيم. مين قال العالم في بلادنا قديم، لا ده احنا تمام والله العظيم. سلاح التلميذ موجز ولذيذ، نماذج اجابات ما فيهاش تحفيظ. يا هنا اللي يتعلم عندنا، يا هنا اللي يتعلم عندنا. أبلع عطيات بتاعت الدراسات هتغيب أسبوع، هيصوا يا ولاد. يا هنا اللي يتعلم عندنا، يا هنا اللي يتعلم عندنا. يونيفورم جنان شغل ستاير والياقة ستان داير مداير. يا هنا اللي يتعلم عندنا، يا هنا اللي يتعلم عندنا. أستاذ عصفور ده الإمبراطور، لو علم علوم عدت فرشور. يا هنا اللي يتعلم عندنا، يا هنا اللي يتعلم عندنا. العالم جامد قوي وفي السليم، معلش بقى في الكلام، ده احنا الجديد والقديم. ده علينا فصول سيراميك بالطول، والحمام ايه دايما مغسول. يا هنا اللي يتعلم عندنا، والكل اخوات في الامتحانات، وسؤال بسؤال خد مني وهات. يا هنا اللي يتعلم عندنا، يا هنا اللي يتعلم عندنا. والناظر يا بلسم يا ولا راخر محبوب لله في لله. يا هنا اللي يتعلم عندنا، يا هنا اللي يتعلم
حقك موجود رغم الشهادات، وبإذن الله مندوب مبيعات. يا هلا يا هلا اللي يتعلم عندنا، يا هلا يا هلا اللي يتعلم عندنا. والوضع جميل أنا متفائل، عندنا هتشوف مستوى هايل. لو شفت زبون خطوته جايباه قلبه دليله سيبه على عماه. يا هلا يا هلا اللي يتعلم عندنا، يا هلا يا هلا اللي يتعلم عندنا، يا هلا يا هلا اللي يتعلم عندنا، يا هلا يا هلا اللي يتعلم عندنا. في كتابه النظرة العلمية الفيلسوف البريطاني برتراند راسل بيقول: من الصعب أن تواجه المشكلات التي تواجه الديمقراطية مشكلة إقامة علاقة صحيحة بين العلم والسياسة وبين المعرفة والسلطة، أو بتعبير أدق بين العامل في حقل العلم وإدارة حياة المجتمع. وبسبب وعي الغرب مبكرا للمشكلة دي ولعدة الأسباب اللي كانت سبب في هذه المشكلة، انتبه إلى ضرورة إيجاد مناصب المستشارين العلميين للحكومات. منذ عام 1660 أنشأت بريطانيا الجمعية الملكية لتقوم بدور المستشار العلمي للحكومة البريطانية، وتبعتها بعد كده فرنسا، وبعد كده السويد سنة 1730 إلى وقتنا الحالي. من سنة 1660 الاهتمام بالبحث العلمي كان موجود في أوروبا. بما انكم نشاط يا معتز بيهتم بالبحث العلمي، كنا سألنا قبل الفاصل ايه الصعوبات اللي واجهتك في البداية؟ هو دايما واجهتنا صعوبات زي اي حاجه بتبتدي في الاول، ان احنا ننشر الفكره، ان احنا نقول للناس ان احنا عايزين نعمل حاجه. كل الناس واخده فكره ان الجامعه دي مجرد ان انا اروح احضر محاضرات بعد كده اخلص اروح ما اعملش اي حاجه تاني. ما حدش عنده فكره انه يعمل عمل مجتمعي يبدا يفيد بين الناس والمجتمع. الفكره عندنا ابتدت ان احنا عايزين نعمل محاكاه لنوبل، يعني عايزين نعمل حاجه تهتم بالبحث العلمي، ونبدا بعد كده نفكر ان احنا نعمل اكاديميه للبحث العلمي في مصر. بدانا نكلم دكاتره والناس اللي مسؤولين اللي هم اكبر مننا عشان ناخد ارائهم. في ناس شافوا اصلا ان احنا مش من حقنا نحلم بحاجه زي كده، وفي ناس كانوا متفائلين ليه يعني ازاي ده انت جاي تعمل بحث علمي وكده، البلد اصلا مش هتتطور. دكاترة جامعة، في دكاترة الجامعة وفي ناس أصلا يعني موظفين، وفي ناس عادية في الشارع جايين. يعني من البداية قبل ما تبتدي تطرح فكرتك أساسا للطلبة اللي زيك؟ قبل ما نبدأ نطرح الفكرة للطلبة. وفي ناس تانية كان عندهم تفاؤل شوية، بس قالوا لنا هو ممكن من حاجة زي كده تعمل، بس انتوا فاكرين ان شوية شباب زيكم هو اللي يعمل ده؟ انا اقول لك على حاجة يا معتز، يعني هو فكرة انك تعمل محاكاة لجائزة نوبل، اول حاجة اكيد هتيجي في دماغي انه في جائزة $1,000,000 يعني في فلوس، فهي دي يعني فيها فلوس. وانت عارف احنا يعني شعب عاطفي جدا، بنحب في الموضوع ده قوي. فيعني ممكن تكون هم شايفين من وجهة نظرهم يعني صعوبة في الموضوع من ناحية الجائزة، لو في جائزة اصلا. يعني لا، هي بيبقى في جائزة مادية بسيطة بتبقى للناس اللي هم بيوصلوا للمؤتمر والجوائز الاولى في كل مجال. بس الفكرة ان ما كانش كده، الفكرة ان انت يعني كان قبل الثورة طبعا، فكل الناس شايفين مفيش امل، مفيش اي حاجة تتطور، ما عمرنا ما هنبقى زي الدول المتقدمة. تمام. بس احنا يعني قررنا ان احنا نكسر الفكرة دي. ان احنا عايزين لا، في امل، احنا نقدر نعمل حاجة. احنا يعني زي ما بيقولوا كده حالفين لا نمحي المستحيل باذن الله. وهي ده الاساس اللي احنا بدأنا نشتغل عليه. بدأنا نتكلم اكتر من حد تاني لحد ما في دكاترة والناس اقتنعوا بالفكرة بتاعتنا وبدأوا يأيدونا ويستمروا معانا. نزلنا للناس بدأنا نكلمهم، يعني لقينا في ناس كتيرة جدا عندها افكار رهيبة، يعني كأنه كنز وعايز اللي يفتحه. قررنا ان احنا نبدأ، هو دي الحاجة اللي طمنتنا، لا احنا ماشيين صح، احنا لازم نكمل، لازم نعمل حاجة للبلد. كلمنا ناس اكتر على الفكرة، وفي ناس قدمت معانا، وابتدينا الموسم الاولاني بتاعنا بعدد من الباحثين والدكاترة اللي دعمونا، وبدأنا نتطور شوية بشوية لحد ما بقينا معاكم دلوقتي في الموسم السادس. الافكار مش بس ابحاث علمية، الافكار كمان بتبقى ابتكارات او اختراعات. ده اللي احنا هنتكلم عنه بعد الفاصل. رقم تليفوننا 26 90 66 81، او ممكن كمان تشاركونا على الفان بيج لو حابين تسألوا معتز اي اسئلة تتعلق بجائزة نوبل. انت كل حاجة بتحلم بيها، انت املك الوحيد، وكل حاجة بتدور عليها جوا منك بتنادي. انسى كل اللي فات، اكتب بنفسك كده
اول فكره ممكن تخطر ببال اي حد بيسمعنا انكم ممكن تكونوا مهتمين بس بالمجالات التطبيقيه، الكيمياء، الفيزياء، الاحياء، ولكن انت قلت لنا ان في مجالات تانية انتم مهتمين بيها، فيا ريت تقولها لنا. هو المجالات اللي احنا بنشتغل عليها تقريبا نفس مجالات الجائزه الام بتاع جائزه نوبل، وبندخل بعد كده بقى اللي هي الحاجات الادب والاقتصاد، ابحاث تنمويه، في نانو تكنولوجي، وبرضه عندنا الفيزياء والكيمياء والهندسه. يعني مش شرط ان احنا نكون بنتكلم في علوم تطبيقيه، حاجه تتنفذ، حاجه تكون يعني على ارض الواقع وخلاص. لا مش شرط حاجات علميه، ممكن حاجات في الاقتصاد او في الابحاث التنمويه عامه. تمام. طيب التمويل دي نقطه مهمه جدا. يعني انت قلت لنا من شويه انه في جوائز بتبقى جوائز ماديه بتبقى بسيطه، لكن في جوائز، ده بالاضافه انه في كونفرنس بيتعمل، في مؤتمرات، في حاجات كتير هنعرفها على مدى الحلقه. لكن التمويل بتاعكم بيجي منين؟ هو هتقول لي قطر؟ لا التمويل مش بيجي من قطر. في بعض الجهات الأكاديمية هي اللي بتساعدنا، في منها حكومي وفي حاجات خاصة. تمام. بس الجهات الأكاديمية دي بتساعدنا من ناحية الحاجات اللي هي مادية مش فلوس، زي توفير قاعات، احتياجات الناس اللي هم بيبدوا الباحثين معانا، معامل وحاجات زي كده. زي عندنا الإشراف بتاعنا السنة دي كلية الطب جامعة عين شمس، وفي الجامعة الأمريكية مركز القومي للبحوث وأكاديمية البحث العلمي ومكتب رائد اختراع. هل عندكم مشرف أكاديمي أو دكاترة بتشرف على الأبحاث اللي بتقدم يعني؟ بيبقى في مشرفين اكاديميين يعني من خلال الداتابيس اللي عندنا الدكاتره، بيبقى حسب المجالات المختلفه هم اللي بيبداوا يشرفوا على الابحاث دي اول باول والتقييمات بتاعتها في المؤتمر. متطوعين طبعا الدكاتره تبقى بيبقى كله تطوعي. تمام. هم اللي كمان بيدوا المحاضرات بتاعتنا اللي هي مختلفه. طيب انا بقى هكلمك دلوقتي، انا طالب لا افقه اي شيء في الحياه، بس نفسي ان انا فعلا اقدم حاجه، وجيت دخلت الموديل بتاعكم. خطوات بقى، يعني انت بتبتدي تضيف لي ايه علشان توصلني من مجرد طالب عادي كل قعدته في الجامعه قعده كافيتريات ولعب، الى اني ابقى طالب اقدر اقدم بحث؟ هو في حاجه عايز اقولها للشباب، ان اي حد مننا ممكن يبقى باحث بس هو مش عارف. البحث ده عباره عن ممكن فكره جت في دماغك، لو انا فكرت فيها هتبقى بحث، لو انا يعني لغيتها من دماغي لا انا مش هقدر اعمل حاجه، فكده الفكره ماتت من قبل ما تبتدي. احنا دورنا ان احنا ناخدك بعد الفكره دي ما تبتدي، ان انت خلاص جت في دماغك ان انا عايز اعمل حاجه معينه. بنبدا ندخل بقى على مراحل تاهيليه معينه، بنديك في الاول حاجات سوفت سكيلز عشان نحولك من مجرد شخص عادي لباحث تقدر تشتغل فعليا على البحث. سوفت سكيلز زي برزنتيشن، زي برزنتيشن، كوميونيكيشن، تايم مانجمنت، كرييتيف ثينكينج، ومجموعه ثانيه يعني. كل ده فور فري. كله فور فري. بعد ما نخلص المجموعه الاولانيه اصبح الشخص مؤهل انه يشتغل فعليا على البحث، فبنديله كورسات بقى في البحث العلمي، ازاي يكتب الاكاديميك رايتنج نفسها، ازاي يقدر يسجل البحث بتاعه كبراءة اختراع، ازاي يقدر يستخدم التكنولوجيا الحديثه في البحث بتاعه. بنخلص البحث العلمي، البحث بقى موجود على الورق، عايزين ننزل بقى الارض الواقع، بنديله مجموعه كورسات في الماركتينج والبيزنس عشان نعلمه ازاي يقدر يسوق للبحث بتاعه، وكمان بنساعده في تسويق البحث ده. ولو احتجت حاجه تكنيكال، يعني لو احتجت مثلا حاجه في الاحياء، لو انا البحث بتاعي متعلق مثلا بالبيولوجي او كده واحتجت حاجه في الاحياء، هل انتوا بتوفروا مثلا؟ لا ماشي مثلا، او احتجت لا ان كورس ان انا اتعلم حاجه في نقطه مش فاهمها وعايز ان انا ابقى حد يشرح لي النقطه دي مثلا. تمام. زي ما حضرتك عارف ان كل العلوم علوم متداخله، يعني انا مش هعمل بحث في الهندسه بس يبقى مش هحتاج معايا كيمياء او فيزياء او حاجه زي كده. الفكره ان ده باحث لسه برضو طالب او لسه سنه صغير، فبيبقى في لجنه اكاديميه عندنا في النموذج هي اللي بتشرف على الباحثين، تبعهم اول باول عشان تشوف كل المشاكل اللي بتقابلهم من ناحيه التكنيكال، ومن خلال الدكاتره اللي هم اصلا معانا طول السنه بنبدا نوجهه للدكتور او للمرجع او المكان اللي يقدر يفيده في البحث بتاعه، وفي نفس الوقت من خلال الجهات الأكاديمية بنقدر نوفر له المعامل اللي يقدر يشتغل فيها. طب بما انكم بقى في السيزون السادس، فأكيد السيزونات اللي فاتت في أبحاث تقدمت وفي حاجات تقدمت، ايه أشهر الأبحاث بقى اللي لفتت نظركم أو اللي تبنتوها أو طلعت للنور أو كانت فعلا مؤثرة؟ هو من أشهر الأبحاث كان في حد عمل سوفت وير ده محاكاة لجسم الإنسان، تقدر تجرب عليه أي نوع من أنواع العقاقير أو الأدوية قبل ما تستخدمها على الإنسان نفسه. فاحنا حلينا مشكلة الجثة يعني. تمام. في ناس عملوا جهاز للتصويت الإلكتروني إن أنت تقدر من خلال الانتخابات وكده يشتغل عن طريق البطاقة. فده طبعا هيمنع تزوير ويوفر لنا تكاليف كتيرة جدا تمام في الانتخابات. في ناس اشتغلوا على فيروس الإيدز وعلاج ليه. طيب ماشي، بس انت بسم الله ما شاء الله قاعد تعد، بس انا عايز اقف في اول حاجه. ده حاجه غير عاديه، حاجه مهمه جدا ان يبقى في عندنا ان احنا كدول عالم ثالث بنبقى فئران تجارب لادويه الغرب، انه بينزل هنا الدواء الاول يجربوا علينا، لكن ان واحد مصري يبتكر سوفت وير يغنينا على ان احنا نجرب الدواء على البني ادمين في الاول،
فدي حاجه جباره عايزه استزيد فيها. بس بعد الفاصل 26 90 66 81 كلمونا بعد الفاصل. صوتك حريه على راديو بصوت الاقوى راديو انترنت. ندور عالطوفان يمكن لو الكون اتمحى نخلق وطن مفهوش حيطان مفهوش قلوب متجرحة نخلق وطن نخلق وطن مفهوش خريف مفهوش عبيد ولا للمخيف ولا شيء بعيد مفهوش خريف مفهوش عبيد ولا للمخيف ولا شيء بعيد مفهوش بشر تقدر تخون في كل ايد بتضم ايد فيه الحنان جوا العيون وردة امل متفتحة وردة امل متفتحة متفتحة. لازم ندور عالطوفان يمكن لو الكون اتمحى نخلق وطن مفهوش حيطان مفهوش قلوب متجرحة متجرحة. كفاية نعرف ان العالم بينفق حوالي 2.1% من دخله الكامل في مجالات البحث العلمي، يعني حوالي 536 مليار دولار بيتصرفوا سنويا في مؤسسات البحث العلمي، يعني ما يقارب 3.4 مليون باحث بيستفيدوا من الموضوع ده، يعني بمعدل 1.3 باحث لكل 1000 من القوى العاملة. ده كلام كله قدرته انفاق الولايات المتحدة الأمريكية واليابان والاتحاد الأوروبي على البحث والتطوير وصل لحوالي، يعني الولايات المتحدة واليابان والاتحاد الأوروبي لوحدهم 417 مليار دولار، وهو ما يتجاوز 3/4 إجمالي الإنفاق العالمي كله على البحث العلمي. الولايات المتحدة لوحدها بتنفق سنويا على البحث العلمي أكثر من 168 مليار دولار، أي حوالي 32% من مجمل ما ينفقه العالم كله. بعد كده بتيجي اليابان بعد الولايات المتحدة بحوالي 130 مليار دولار، أي ما يوازي أكثر من 24% من إنفاق دول العالم. ومع ذلك قبل ما نطلع فاصل برضو احنا يعني لا والله فعلا احنا على الرغم من الامكانيات الضئيله جدا المتاحه في مصر للبحث العلمي، ولكن معتز كلمنا عن فكره البحث اللي طلع من مبادره طالعه من الجامعه، انه سوفت وير يحاكي الجسم البشري بحيث ان انا اقدر اطبق او اجرب عليه الدواء قبل ما ينزل السوق. الفكره دي وصلت لايه دلوقتي؟ هو الفكرة دي يعني بعد ما خلص البحث معانا في نوبل ومر بالمراحل اللي قلنا عليها، سجل البحث بتاعه كبراءة اختراع. بس للأسف لأن مصر ما جاتش في الإحصائيات دي، فاضطر إن هو يسافر بره عشان يقدر يعمل البحث بتاعه ويكمله، فهو بيحضر فيه دكتوراه دلوقتي. زعلتني يا معتز. يعني بيحضر دكتوراه فين؟
في ألمانيا. في ألمانيا. طيب كان المفروض يعني كان الحاجة المثالية اللي المفروض تحصل ان كان مين اللي يستلم منكم الشغل ويتبنى هذا البحث؟ يعني هنفترض ألمانيا تحتنا مثلا، فمش هينفع احنا ننزل ألمانيا. فاحنا التوب دلوقتي في البحث العلمي. فكان مين يستلم منكم؟ مين يستلم منكم؟ هو كان اسمه ايه الشخص اللي عمل السوفت وير؟ مصطفى. كان مين يستلم منكم؟ مصطفى، والبحث بتاعه يتبناه. هو المشكلة ان هنا في مصر يعني في فجوة كبيرة جدا ما بين الشباب وما بين الناس اللي هم المسؤولين. اللي هو ان انت تقدر توصل لحد من المسؤولين ان هو يتبنى البحث ده او يتبنى الاختراع ده، حاجة هتفيد جدا المجتمع وتفيد الناس. المسؤولين المقصود بيهم المسؤولين عن البحث العلمي مثلا مركز البحوث او ولا المسؤولين؟ لا، المسؤولين عامة، رجال اعمال مثلا، المسؤولين عامة في مصر كلها يعني. عندك وزارات، عندك محافظين، عندك الناس اللي هو لحد اكبر حاجة في الدولة اللي هو رئيس الجمهورية. يعني المفروض ان يبقى فيه اهتمام بخصوص ان احنا عندنا اصعب حاجه موجوده بره ان انت تلاقي الدماغ اللي تفكر. احنا عندنا الدماغ بس المشكله عايزين امكانيات، هي دي اللي مش متوفره. تمام. فكان المفروض حاجه زي وزاره الصحه او لو في احنا عندنا مسمى اكاديميه البحث العلمي، ولكن ما يعني وعندنا جامعه زويل دلوقتي المفروض. فكانت في اي حاجه من الحاجات دي تاخد منكم مصطفى وتتبنى اختراعه، على الاقل انها تعمله ولو بصوره مصغره، بس يبقى احنا اول من عمل هذا السوفت وير. معتز، سؤال خارج السياق كده، يعني تعتبر جامعه زويل منافس ليكم؟ لا، مش منافس. احنا هدفنا ان احنا ننشر ثقافه البحث العلمي بس، وعايزين نعمل اكاديميه للبحث العلمي، فاحنا كلنا عايزين نخدم البلد. فما اعتقدش ان حد عايز يخدم البلد هننافس بعض. لدرجه ان احنا نشوف يعني هو بيعمل نفس الحاجه اللي احنا بنعملها. تمام. فاحنا كده بنكمل بعض، على العكس مش بننافس بعض يعني. تمام. اهدافكم بقى السنه دي يا معتز؟ احنا هدفنا السنه دي عايزين نركز على شويه حاجات مهمه جدا. اول حاجه ان احنا العلماء العرب دول اللي احنا نسلهم، يعني عندنا علماء كتير زي الرازي، ابن حيان، ابن سينا، عباس ابن فرناس، كلها ناس اسماء هم اللي سبب التقدم اللي في اوروبا دلوقتي. فاحنا عايزين نذكر الناس بتاريخ العلماء دول وعملوا ايه، وعشان كده خدنا الشعار بتاعنا السنه دي اللي هو صنعوا تاريخا ومستقبلا نصنع. لا، ده في امل في بكره واحنا اللي هنعمله باذن الله. صنعوا تاريخا ومستقبلا نصنع. ده الشعار بتاعنا السنه دي، وعشان كده هننزل حملات باذن الله في الشارع وفي المترو وفي الجامعه وفي كل مكان. الحملات دي اللي احنا عايزين نعرف الناس بالتاريخ، ننشر ثقافه البحث العلمي وثقافه العلم في المجتمع، وفي نفس الوقت توعيه عامه بالنسبه نغير الثقافه بتاع المجتمع. يعني ممتلكات العامه ده حقك، ان انت تبدا تفكر، ان انت تبدا تتطوع تشتغل. لو كل واحد بره بساعه واحده بس ان هو يتطوع فيها في اي مكان، اكيد بلدنا تبقى حاجه مختلفه جدا باذن الله. تمام. ومن المنطلق ده احنا يعني بيسعدنا ويشرفنا ان صوتك حريه يكون معاكم في الاويرنس كامبين او يعني المبادرات اللي انتم بتعملوها علشان ننقل للناس اول باول. رقم تليفوننا 26 90 66 81، والفان بيج بتاعتنا عليها سؤال مهم جدا: البحث العلمي يا ترى هو طرف متوفر للمجتمعات المتقدمه ولا حاجه اساسيه لبناء اي دوله؟ ده موضوعنا النهارده. دارس وفي الشوارع في ناس تعاكس، في بيت مصيبة والشعب جازم. دي بلد شهادات، دي بلد مدارس، كنت حاسس أو كنت دارس. في الشوارع في ناس تعاكس، في بيت مصيبة والشعب جازم. الحكاية مش حكاية مدارس، الحكاية حكاية أمة ما بتفوقش غير الكوارث. وأنا مش بمارس أي تخابس أو طفل عابس، أنا بس بنطق ومش جوايا حابس. دي بلد شهادات، دي بلد مدارس، دي بلد شهادات، دي بلد مدارس. كنت حاسس أو كنت دارس، وفي الشوارع في ناس تعاكس، في بيت مصيبة والشعب جازم. بعد 12 سنة مدرسة ومذاكرة، مخي مقفول مش قادر أفكر لبكرة، زي ما تكون اتشالت منه الأكرة. وعلى فكرة أنا مش قصدي هاجم التعليم، أنا قصدي أرجع مخي سليم، مليان طلاسم ومفاهيم، محتاج كلام، محتاج تقويم. ياللي جاي وياللي رايحة وياللي شايف الصورة واضحة، أنا حصل لي في مخي فتحة، يظهر إني أخدت بطحة. نرجع لحوارنا الأساسي، شيء بيوجعني في راسي، زي خناقة بالكراسي أو عالبحر بالشماسي. بنتعلم ونحضر، واللي يحفظ هو الأشطر. لو تفكر كارت أصفر
لو تعبر كارت احمر، لو سألت يرد. نص عمري عشته محبط، نفسي اعرف مرة اربط، مهما ذاكر برضو بسقط. للي قدي والصغير امتى يجي اليوم نفكر، نلغي من قاموسنا كبر، نمشي في بلادنا نخضر. دي بلد شهادات، دي بلد مدارس، كنت حاسس او كنت دارس، وفي الشوارع في ناس تعاكس، في مصيبة والشعب جازف. بلد شهادات، دي بلد مدارس، كنت حاسس او كنت دارس، وفي الشوارع في ناس تعاكس، في مصيبة والشعب جازف. ولسه مكملين معاكم صوتك حريه على راديو بوصله طول اقوى راديو انترنت. عمر عبد المقصود ومحمد اسماعيل وعمر الخولي من على الميكسر، وضيفنا منورنا معتز حسام، تمام، من مبادره او محاكاه جائزه نوبل في مصر. احنا كنا بنتكلم عن الاهداف اللي انتوا هتعملوها السنه دي، ويمكن من اهم الاهداف اللي انتوا قلتوها اللي هي حملات التوعيه اللي هتنزلوا توعوا الناس بقيمه البحث العلمي وبقيمه العلماء المسلمين في التاريخ. انجازاتكم والناس تتواصل معاكم ازاي ومقراتكم وهكذا. نبدا باول حاجه اللي هي الانجازات بتاعنا. احنا دربنا خلال ال5 سنين اللي فاتوا اكتر من 500 باحث، وكمان شاركنا في المؤتمر العالمي العلمي الثالث للفيزياء سنه 2008. في عندنا كمان مخيم العلماء الاسيويين للعلماء تحت سن 21 سنه، ده كان معمول في كوريا. وكمان شاركنا في ملتقى العلماء، ده ملتقى للعلماء الفايزين بجائزة نوبل في ألمانيا، ده سنة كان 2009. الباحثين بتوعنا ترشحوا هناك، راحوا قابلوا العلماء دول حياة كاملة لمدة أسبوعين، نقل خبرات وكده يعني. تمام. دي الإنجازات اللي انتوا عملتوها. دي بعض من الإنجازات يعني بتاعت. ناويين على إيه بقى؟ باذن الله يعني بنكمل في حلمنا الكبير باذن الله ان احنا نعمل اول اكاديميه للبحث العلمي توصل لكل الناس، تبقى فور فري، محدش يدفع اي حاجه خالص، بس الفكره ان احنا عايزين ننهض بالبلد. فالتايم فريم بتاعنا السنه دي ان احنا المؤتمر بحفل الختام بتاعنا باذن الله يكون في شهر 9، في الاسبوع الاول من شهر 9. تمام. وبعد كده باذن الله نبتدي الموسم الجديد اللي عايز يقدم معانا من خلال الموسم، عشان الموسم ده اوريدي ابتدى والناس ابتدت المحاضرات. نقدم ازاي؟ تقدر تقدم معانا عن طريق الويب سايت بتاعنا او عن طريق الصفحه بتاعتنا الفيسبوك. الويب سايت اللي هو www.nobel-egypt.com، او الصفحه بتاعتنا الفيسبوك نوبل ايجيبت، او ممكن عن طريق رقم التليفون 011 44 81 021. رقم التليفون تاني 011 44 810021. طيب تمام. انا كلمه كده بسيطه تقولها للي بيسمعك دلوقتي وبيقول هي البلد ناقصه، مش لما نعدل حال السياسه الاول نبقى نشوف البحث العلمي، ترد عليه تقول له ايه؟ انا عايز اقول ان في امل، يعني احنا بادئين من 2007 ولسه مكملين لحد دلوقتي ولسه في امل. بنحقق انجازات بالامكانيات الضئيله اللي معانا، بس في نفس الوقت هنكمل. وعشان كده يعني عايز اتخذ الفرصه دي من خلال الراديو ان انا اوجه دعوه لكل الاحزاب وكل الجمعيات وكل المؤسسات والشركات، ان احنا عايزين نجتمع على حاجه واحده بس، ان احنا نبني البلد دي بجد، ان احنا نشتغل على البحث العلمي. فاحنا دلوقتي في شراكات كتيره جدا باذن الله هتتم مع الشركات والمؤسسات دي، ان احنا كلنا ايا كان الخلافات السياسيه، بس احنا كلنا هدفنا واحد، ان احنا نبني مصر. من كلمتك يا معتز، دكتور سليمان إبراهيم العسكري رئيس تحرير مجلة العربي العلمي، وهي مجلة مشهورة في مجال العلم، قال إنه أبرز ما أظهرته برامج المرشحين الرئاسيين في مصر في مرحلة فترة انتخابات الرئاسة الماضية إنه ضعف العلاقة بين السياسة والبحث العلمي، وقصد بكده غياب الاهتمام بالبحث العلمي بوصفه النهاردة ركيزة أساسية لأي دولة بترغب في تحقيق التقدم والنهضة بشكل فعال. مفيش أي مرشح من مرشحين الرئاسة في برنامجه ركز على قضية تطوير ميزانيات البحث العلمي أو تقديم برامج بتبتغي الارتقاء بالبحث العلمي، وما يحدث في مصر ليس ببعيد عن أي من الأقطار العربية الأخرى مع الأسف. صوتك حرية. صوتك حرية النهاردة، يعني أنا حاسه تقيل. يعني هو أنت تعيط مني يا تمام. هو احنا النهارده كنت منورنا يا معتز بجد، وكانت الفكره بتاعت ان احنا نحاكي او جائزه نوبل تبقى بنكهه مصريه، وان يبقى فيه مجرد شباب جامعه عادي يبقى يتقدم بابحاث، ومنهم ابحاث عبقريه زي الابحاث اللي ذكرناها يعني على مدار الحلقه. احنا بنقول لك من هنا ان شاء الله ده واجب على صوتك حريه، ان احنا هنتابعكم ان شاء الله في حملات التوعيه اللي انتوا هتعملوها، بس يا رب انتوا تشدوا حيلكم معانا يعني ان شاء الله. واحنا هنتابعكم، واحنا مهمه صوتك حريه اساسا ان زي ما قلنا في اول حلقه البحث العلمي حق من حقوق الشعوب، ولازم انه يعني
لازم مصر كلها تعيش أهمية قيمة البحث العلمي. كمان اللي حابب يعرف اي اخبار عن حمله اتجنن اللي كانت معانا من اول السيزون ان شاء الله برضو يتابعنا على صوتك حريه، احنا متابعينهم، عمر عطيه، تامر المحروقي، ساره نشأت، وصادق غصين هيبقوا معانا برضو في صوتك حريه، كل اخبارهم وكل مبادراتهم اول باول. احنا بنشكركم جدا على استماعكم معانا النهارده، كان معاكم عمر عبد المقصود ومحمد اسماعيل ومعتز من محاكاه جائزه نوبل، ومن على المكسر البرنس عمر الخولي. في دفتر مقفول متقيد ضد المجهول، الحلم في دفتر مقفول متقيد ضد المجهول، مش عارفين مين الفاعل بس احنا اكيد المفعول. الحلم في دفتر مقفول متقيد ضد المجهول، الحلم في دفتر مقفول متقيد ضد المجهول، مش عارفين مين الفاعل بس احنا اكيد